وصلنا المستشفى في حالة صدمة. دخلت بيها الطوارئ، كنت واقف بره مش مستوعب إيه اللي بيحصل. بعد شوية الدكاترة طلبوا مني أدخل أطمن عليها. دخلت الأوضة، لقيت فرح نايمة على السرير، والدكتور بيكشف على رجلها. رجليها كانت مكشوفة والدريس بتاعها كان مقطوع، والأول مرة شفت رجلها بالكامل. هنا كانت الصدمة الحقيقية، الصدمة اللي متوقعتهاش في حياتي. رجلها كانت مليانة شعر بطريقة صعبة جدا، مش شوية شعر عاديين، لا، كانت كمية شعر كثيفة جدا، كأنها رجل راجل مش بنت. أنا حرفياً اتصدمت، وقفت مكاني زي الصنم، عيني ثابتة على رجلها. كل الصور الجميلة اللي كنت راسمها الفرح، عن جمالها واهتمامها بالنظافة الشخصية وعن أنوثتها، كل ده اتهد في لحظة. المنظر ده غير كل حاجة. تفتكروا أخدت قرار إيه؟ الصراع لسه ما بدأش في الجزء الثالث.